بسم الله. النهاردة هنبتدي المحاضرة التانية. هنتكلم في المواضيع اللي اتكلمنا فيها في المحاضرة الأولى. النهاردة هنشرح ونقول التايب اوف موشن، أنواع الحركة، وهنستنتج قوانين الحركة اللي انت حافظها. هنقول لك ازاي استنتجناها. بعد كده هنشرح الفري فولينج والقصة من الأول خالص. بعد كده هنطبق قوانين الحركة على الفري فولينج. بعد كده ننتقل لآخر حاجة في الشابتر كمان، اللي هو شابتر 2 في كتاب سيلوي. هتبقى آخر حاجة في الليكشر دي، ونبقى كده في التو ليكشر خلصنا شابتر. هو شابتر بسيط يعني، هيبقى trigonometry equation باي calculus. يعني لما نيجي نحل بنجيب الفيلوسيتي أو الأكسلريشن أو الديسبيسمنت، فبنجيبها بنستخدم الكالكولس والفانكشن. فدي برضه حاجة كمان هنشرحها النهاردة. فإن شاء الله نبدأ على خير. أول حاجة، أنت عارف إن الحركة ممكن تبقى على بعد واحد أو بعدين أو تلاتة، يا طول يا عرض يا ارتفاع. طب ازاي تعرف إن الجسم ده بيمشي في كام بعد؟ ده اللي هقوله لك دلوقتي. ازاي هنحلل البادي. نرسم التلات أبعاد. مش ظابطة. الأرض دي بتهتز بس كده. هي كده ظبطت. آه، ده ال ده الإكس أكسس، وده الإكس داش، ودي هنا الواي، ودي الواي داش. يعني الواي اللي هي من ناحية الانكريزنج اللي هي البوزيتيف، والواي داش اللي هي بتبقى النيجاتيف، وهكذا. يعني دي الزد داش ودي الزد. دلوقتي أنا لو عندي بادي عربية، علمت ازاي هنعمل انالايز للموديل، فنعرف من التحليل ده هو بيمشي في كام بعد. لان انا ممكن اقول لك مثلا الحركه دي ودي ودي واحد على الوان دايمنشن، والحركه دي ودي على التو دايمنشن، بس انا مش هقدر احصل لك كل الريزاوندز. افرض انا اديت قبلك نموذج مختلف عن اللي انا قلته لك، فنزل تتعلم النيسوز اللي بنستخدمها. اصل انا مش هقول لك كل حاجه، لان انا ببساطه ما اعرفش كل حاجه. ان شاء الله ربنا يرزقنا التوفيق والفهم. لو عندي عربيه ماشيه لقدام، مش طريق، في الطريق ده كده، فهي ماشية على الطريق ده، وراحتش يمين ولا راحت شمال، فهي مثلا كده ماشية على الواي أكسس الناحية دي. يفترض إنها داست فرامل وراحت ماشية في الاتجاه التاني، ما زالت ماشية على الواي أكسس لكن في الاتجاه المعاكس، فلا زالت ماشية في بعد واحد. فالحركة دي بنسميها حركة في 1 dimension 1D. طب نفس العربية دي لو هي مش كده، معلش لحظة، كانت ماشية لقدام، بعد كده راحت داخلة لجوه. داخله لجوه يعني انت عارف انت كأنها داخله جوه البورد اللي انا بشرح لك عليها، مش طالعه لفوق او طالعه بره عليك، جايه عليك. فكده ماشيه على 2 dimensions. فهي كده مشيت قدام يمين، هتبص في اكس بتاع الواي، وراحت طالعه عليك. طالعه عليك يعني ايه؟ مشيت كده، كده هتلاقيها بره للي ايه، الاكس اكسس. فكده مشيت على 2 dimension. يعني هي ملهاش علاقة. لو أنا قلت لك عربية ماشية، عشان تعرف تحدد العربية دي هتمشي في بعض أو في بعضين، لازم تعرف طريقة السير بتاعتها. يعني مثلا اللي كان 1 dimension يقدر يبقى 2 dimension، وانا لو اقدر اقلل عدد الدايمنشنز اللي انا اعمل دي انالايز للموديل، فاعمل كده لان ده بيسهل لي الحل. لكن لو انا ما عنديش طريقة تانية، ده الطريقة الوحيدة اللي عندي، فهضطر يعني مثلا لو البادي ماشي في 3 dimension وانا اقدر اختزله، اعمل له ريدكشن ل 2 dimensions، فافضل. ما عرفتش خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نكمل مثال تاني. البتاع دي متمسحش اسرع ليه؟ ماشي.
أنا عندي طيارة، وأنا أعتبر اللي أنا هرسمه ده طيارة. ماشي. فالطيارة بترتفع لفوق هكذا. الحركة دي ده اللي الحركة اللي على الزد أكسس، هي ماشية كده على الزد، ده الارتفاع، وراحت ماشية مثلا لقدام، هي طلعت لفوق مشيت لقدام. حرك ايدك مع حركة مع الأسهم هتلاقيها مشيت على الواي أكسس. طب لو هي طلعت لفوق ومشيت لقدام، راحت هدى ايدك، بص ارفع ايدك معايا، ارفع ايدك لفوق، بعد كده مشيها قدام، بعد كده هات على وشك، هتلاقيها على الطيارة كأنها طالعة كده، هتلاقيها مشيت على الإكس أكسس. فدي كده حركة بتنضاد 3 dimensions. دي حركة على 3D، لأنها مشيت في 3 dimension، الطول والعرض والارتفاع، مشيت طلعت لفوق، هادي ده الزد، مشيت لقدام، فده كده الواي، راحت جاية عليك، فاهم، كأنها طالعة من الصندوق، فده كده بعد تالت، ده الإكس أكسس. مجسم، ده فرق بين السكوير والكيوب. أتوقع إن أنت إيه فاهم اللي أنا بقوله. طب مثال كمان، يا رب تمسح أسرع، متمسحش أسرع ليه؟ آه. ماشي. لو أنا عندي كورة وبحدفها لقدام، إزاي؟ يعني أنا ابتديت في جمال، ادي انت اهو مع الكورة وبتحدفها، فالكورة لما بتتحدف بتتعمل كده صح؟ اه. كده هي مشيت على ايه؟ بص، انت حتى لو حللت الفلوس اللي انت حدفتها بيها، فهتلاقيها انها بتبتدي في اتجاهين. اولا عند الواي اكسس، يعني انها ترتفع 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 ترتفع، فنقول انها مثلا على الزد قصدي، هي بتطلع لفوق. طب في نفس الوقت نوضحها، يعني هنا اتغير، فلما تبص هتلاقي انها برضه بتتحرك على الواي اكسس، فدي كده حركة 2 dimensions. يعني انت كده هتستنتج استنتاج من ان اي حاجه انا بتتحدف او بتطلع لفوق، فهي يا في 2 دايمنشن يا في 3 دايمنشنز، والاستنتاج اللي انت استنتجته ده غلط لانك راجل بصنجي. انا فاهمك لا ليه. لو انا عندي جسم ده احدفه لفوق، ما بحدفوش لقدام، هوريك الفرق. قول لي الفرق. بص، ادي جسم اهو، كوره حدفتها لفوق، فهي هتطلع لفوق لحد معين، بعد كده تنزل لتحت تاني. ده بس نعمل حسابك اللي احنا مهمولين شكل الجسم، يعني مثلا هي لو كوره فممكن الهوا تخليها تلف تعمل زدان، فده دايمنشن تاني، بس احنا عاملين الكورة كأنها نقطة، ما بنحسبش جسمها، وأهلين مقاومة الهوا، ده بس في الوقت الحالي. فهي هتطلع وتنزل نفس، هتلاقيها على الزد أكسس، لا راحت يمين ولا راحت شمال، لأنها انت لسه قايل لي لو أنا حذفت أي حاجة هي يا 2 يا 3، لا هي ممكن تبقى 1 عادي، دي 1 دايمنشن. فما تحفظ، انت هتعمل اللي احنا عملناه، هنجيب الجسم نشوف حركته، نعمل لها انالايز على الدايمنشنز، ونعرف يتحرك على كام ضغط. أمثلة بقى، احنا كده علمتك ازاي بتحلل وبنوصف البادي النودل. بص، الحركة اللي هو الوان دايمنشن بتبقى على أكسيس واحد، حاجة منطقية زي ايه؟ زي الفري فولينج، السقوط الحر، زي الموشن بتاعت الأسانسير، الأسانسير بيطلع فوق وينزل لتحت، بس عمرك ما شفت أسانسير بيحود على الشغل. لو على 2 دي فهي بتتحرك على على 2 أكسيس. زي ايه؟ زي البروجكتايل موشن، اللي هي اللي انت تحدف الكرة قدام، دي هندرسها الشابتر اللي جاي، يعني المحاضرة الجاية تقريبا. وفي الثري دي موشن، دي اللي بتبقى على الثري أكسيس، الطول والعرض والارتفاع، ودي هتبقى مثلا زي الطيارة أو الساتلايت، القمر الصناعي، نفس فكرة الطيارة، هو بيتحرك على الثري دايمنشن.
بعد كده هنستنتج قوانين الحركة اللي انت عارفهم، اللو اوف موشن. أول قانون هو ملهوش أي إثبات رياضي، هو ديفينيشن شرحتهولك في المحاضرة اللي فاتت، اللي هو إيه؟ الأكسلريشن. وإن قلت لك إزاي صيغنا الفورمولا، فأنا هكتب الفورمولا على طول. الفورمولا بتاعت الأكسلريشن في فاينل ماينس في إنيشيال على الدلتا تي. والدلتا تي هنا هنكتبها تي ليه؟ لأن أنا ببدأ أفرض إن التي إنيشيال دي زيرو، والتي فاينل دي تي، هات الديفرنس هتلاقي تي، عشان يعني هنكتبها على طول تي، يعني ما اقعدش أعيد ده إيه القصة دي تاني. الضرب ده إيه وسطين في طرفين، هتلاقي إن الفي فاينل ماينس الفي إنيشيال يتساوي اي تي. هات الفي إنيشيال الناحية دي، هتلاقي إن الفي فاينل يتساوي الفي إنيشيال زائد الأكسلريشن في التايم. وده القانون الأول اللي أنت حافظه، هو أساسا مش قانون قد ما هو منطق إحنا صغناه في الفورمولا دي، اللي هو تعريف الأكسلريشن. بعد كده نخش على القانون التاني. بس قبل ما أقول لك القانون التاني عايز أفكر بحاجة مهمة. فاكر لما قلت لك بنجيب الديسبيسمنت إزاي؟ لو أنا عندي ديست ماشي بسرعات مختلفة، قلت لي هنجيب الأفريج فيلوسيتي اللي هو في التايم، صح؟ اللي هي الفي فاينل زائد الفي إنيشيال على الاتنين نضربها في التايم، صح صح. سي في الدلتا إكس هتاخد النص والتي 1 فاكتور، فهيتفضل لك في فاينل زائد في إنيشيال. هنزل في إنيشيال وهشيل الفي فاينل وأحط اللي بتساويها، لأن القانون اللي أنا لسه جايبه القانون الأول، فالفي فاينل بتساوي الفي إنيشيال زائد اي تي، لسه نستنتجها فوق. ماشي، يعني في فاينل تساوي في إنيشيال زائد اي تي. هتفك الدلتا اكس اللي هي دي اكس فاينل ماينس اكس إنيشيال، وهتضرب ده في البراكت كله، فالنص تي هتضرب في في نود زائد نص تي في في نود، هتطلع في نود تي واحدة، نص ونص واحد. بعد كده تضرب الهاف تي في الاي تي، هتطلع هاف ايه، والتي في التي تي سكوير. ده القانون اللي انت حافظه، بس نعمل بس حركة زيادة. ايه هي؟ هناخد الاكس انيشال دي نكتبها ايه هناك عكس الإشارة، هتطلع ان الاكس فاينل يتساوي الاكس انيشال زائد الفي نوت تي زائد هاف اي تي سكوير. مش عايز تكتب اكس انيشال وتوديها بالماينس دلتا اكس براحتك، بس انا بعمل الحركة دي ليه؟ يعني هو افتراض ان انت اعور وما بتشوفش، فمش قادر تحدد اتجاه الاكسلريشن هي فوق ولا لتحت، فانت لما تبقى محدد ابتدائك ونهايتك، فلما تيجي تحسب الديسبيسمنت بتطلع اشاراتها من غير ان انت بتحطها، مش لازم تكون بتعرف تشوف، بس لو بتعرف تشوف عادي يعني خلاص. القانون اللي بعده، القانون اللي بعده هنكتب القانون الاول اللي هو القانون التالت. هتكتب القانون الاول اللي هو الفي فاينل تساوي في انيشيال زائد اي تي. هتعمل ده سكوير للطرفين باي سكويرنج الدوس سايدز، هتبقى دي في فاينل سكوير زائد هتساوي في نوت سكوير زائد 2 في نوت اي تي. اتمنى تكون تعرف تفك الدراك ده سكوير ان شاء الله يعني. ايه باور 2 تي باور 2، هعملها لك على جنب معايا فوق مش الشغلانة دي. في نوت زائد اي تي باور 2، زيها لما اقول لك اكس بلس 2 باور 2، هتعمل ايه الاول سكوير، بعد كده ده في ده في ده، يعني الاتنين في الاتنين في الاكس، هتطلع 4 اكس. بعد كده ده باور 2 هيطلع 4. هنعمل هنا برضه الفي نوت، في نوت سكوير زائد ده في ده في ده 2 في نوت اي تي، وده كله سكوير، يعني لو دي ماينس هتبقى برضه بوزيتيف مش هنعملها ماينس، هتطلع بلس اي سكوير تي سكوير.
عرفت ده اتنين. نرجع للقانون نعمل ايه. طب بص هات دي الناحية التانية الماينس، هتبقى ال v final سكوير ماينس ال v نود سكوير يساوي، خد من هنا اتنين كومن فاكتور، وخد ال a برضه كومن فاكتور، يتفضل من أول ترم هنا ايه، هتفضل ال v نوت وال t. طب هنا لو عملت ديفايد تو هيتفضل هاف، انت خدت اتنين كومن فاكتور يعني بتقسم على اتنين في كل ترم، وخدت ايه واحدة يتفضل ايه t سكوير. وانت طبعا لمحت ايه ان ده كله هو القانون التالت اللي هو الدلتا اكس. هتلاقي ان ال v final سكوير ماينس ال v initial سكوير تساوي 2a دلتا اكس، هتودي دي بعكس الإشارة، هتلاقي ان ال v final سكوير تساوي v نوت سكوير بلس 2a دلتا اكس. هو الصوت شغال؟ هو شغال. نكتب التلات قوانين ده تحت بعض عشان ايه تبتدي في الموضوع. لو انت تعرف القوانين دي لانها كده عدت عليك، لكن انا بقولك استنتاجها في الاغلب برضه انت عارفه يعني، وانت ما تعرفوش ايا كان. بس ده هنحتاجها عشان نطبق على الفري فولينج. بس هشرح لك الفري فولينج الاول. بس نكتب القوانين. ال v final بتساوي ال v initial زائد ال at والدلتا اكس، عايز تكتبها دلتا اكس براحتك، بس تبقى عارف اتجاه الديسبيسمنت عشان الإشارات. تساوي ال v نوت في t زائد هاف a t سكوير. بعد كده القانون التالت ال v final سكوير هتساوي v نوت سكوير زائد 2a دلتا اكس. دي كده التلات قوانين. وأس عشان ده حاجة مهمة عشان كنت هنساها، القوانين دي عشان تشتغل لازم الأكسلريشن تبقى ثابتة كونستانت. ليه؟ لأن لو الأكسلريشن مش ثابتة فبالتالي الفيلوسيتي مش ثابتة، فأنا مش كل لحظة دي كانت تتغير، فأنا مقدرش أقول لك مثلا بعد 5 ثواني السرعة تبقى كام، لأن بعد كل ثانية الأكسلريشن بتتغير، فبالتالي السرعة بتتغير كل ثانية. وأنت مدرك يعني يوم مثلا لو السرعة بتتغير كل 5 ثواني، فأنا أقول لك بعد 5 ثواني هتبقى كام، لكن هي بتتغير كل ثانية. فلذلك القوانين دي مش هتمشي إلا لو الأكسلريشن ثابتة. طب لو مش ثابتة، وده اللي احنا نعرفه في آخر الليكشر، عشان كده بنستخدم الكالكوليس. بحرقها عليك يعني. دلوقتي نبتدي قصة الفري فولينج من الأول. فري فولينج أوبجكت. الموضوع ده كان شاغل الناس من قديم الأزل يعني. ليه الأشياء بتقع؟ ليه لما ترمي حاجة بتقع لتحت؟ وليه مثلا بتسيبهم واحدة بتنزل قبل التانية؟ فده أرسطو عمل تجربة. انت أكيد قلت أرسطو، انت أكيد هتصنع أكتر حاجة عبثية في الحياة. جاب ورقة وجاب روكيت طوفة ورماهم. زي ما انت هتجيب ورقة دلوقتي وقلم وترميهم، هتلاحظ إن القلم وقع أسرع من الورقة. هو قالك إن اللي هو الأجسام بتقع بسبب خاصية معينة فيها. الخاصية دي مثلا تكون في الورقة من وزنها، إن الورقة أخف من الطوبة، فلذلك الطوبة أتقل، فبالتالي سرعتها أكبر. شيء ده اللي وصل له، وده اللي فضلنا فترة طويلة مقتنعين بيه، إن الأشياء بتقع بسبب حاجة مثلا كتلتها أو خاصية معينة فيها اللي إحنا منعرفوهاش هي اتخلقت كده. لحد ما جه جاليلو، أكيد مش فاكر السنة ومش مهم، عايز تعرف ابحث. ولا بعرف أكتب اسمه كمان، لكن بيتكتب ازاي؟ اه هو ده كده. جاليلو عمل ايه؟ راح على برج بيزا النائل وجاب 2 تو روكيت صخرتين قريبين
مختلفين في الوزن وهدفهم، وقعد يعيد التجربة ويحسب حسابات التايم والديستانس اللي بتاخدها عشان يحسب الفيلوسيتي، وهكذا. اكتشف إن كلهم بيقعوا at same، لو ده جسم وده جسم، فالاتنين بيقعوا at same time في نفس اللحظة. فطلع ده استنتاج مهم اللي هو إن الأجسام، إن السقوط بتاع الأجسام مش بيعتمد على الناس بتاع الشيء، امال بيعتمد على ايه؟ هو بيسقط تحت تأثير اكسلريشن ثابتة. لأنها بتقع في نفس اللحظة، فمعناها إن هي مبتقعش تحت وزنها لأن الأوزان مختلفة. لكن لما قعد يطبق قوانين الحركة اكتشف إنها بتقع تحت اكسلريشن ثابتة، السرعة إنها تتزايد سرعة منتظمة لحد ما بتقع، فبالتالي بتقع في نفس اللحظة مهما كان وزنها. وبيقول وده يعني ده الأرجح إن ال- التجربة دي أساسا أسطورة. هو معملش كده، مطلعش على برج بيزا. أمال هو عمل إيه؟ هو استخدم سطح نائل. برج بيزا نائل، هو استخدم سطح نائل، فقلنا أسطورة. لكن هي الفكرة إن هو استخدم سطح نائل زي كده يعني، وحط عليه الأوبجكت، قاعد يعمل اكسبيرمنت ويطلع النتائج ويربطها، يحللها لحد ما يستنتج إن تقريبا بيوصلوا في نفس الوقت. طب أنت مثلا لو عملت، هتقول لي هتجيب الورقة والقلم تاني، هتلاحظ إن برضه القلم دي بيبقى أسرع من الورقة. هو هنا في فكرة، إحنا التجربة دي استخدمنا أجسام من نفس المادة، نفس النوع، صخرتين، في ريزيستنس. الاير ريزيستنس هي لو نسيت تحدث طوبة ورقة، تأثير الاير ريزيستنس على الورقة غير ما يبقى تأثيرها على الروكيت. لما جبنا الطوبة دي نفس النوع، فالتأثير يكاد يكون منعدم، فبالتالي سقطوا في نفس اللحظة مهما كان جسمهم، مهما كان وزنهم. فإحنا في تجربة الفري فولينج في الفترة اللي إحنا فيها دي ده يهمل الاير ريزيستنس. بعد كده هنحطها في الحسبان بس يتقل شوية. فاحنا كل حاجة هنقولها هنلين فيها الاير ريزيستنس، ماشي، لأن ده مش شيء منطقي يعني. طب هسألك سؤال أهم، هو ليه استخدم جسم نائل في التجربة؟ فكر كده، هديك هنت. الجسم بيقع تحت ايه؟ تأثير وزنه. تأثير وزنه ده اتجاهه ايه؟ فيرتيكال. يعني أنا لو عندي كورة هتقع فيرتيكال كده. طيب ليه بقى استخدمت جسم نائل؟ عشان أقلل السرعة اللي الجسم يقع بيها. ازاي؟ يعني عند الجسم اهو، ماشي، الوزن والتالت هيتأثر عليه ازاي؟ فيرتيكال، يعني كده. هو الوزن بيأثر فيرتيكال، لكن أنا لما باجي أتعامل بس هتلاقيها نايلة. ازاي نايلة؟ يعني أنا عندك هو بتاع وجسمي كده، هل ده فيرتيكال؟ لأ، دي مش 90، دي عاملة زاوية. طب الزاوية بكام؟ لو دي سيتا فدي كده نفس السيتا. انت اكيد يعني طالما انت بتسمعني فانت عدى عليك الريزوليوشن لحد ما اجي اشرحهولك في الشابتر اللي بعده. بس اشرحهولك يعني بسرعة. لو انا عندي جسم تأثر فيه فورس كده فهو موفين، الحركة بتبقى كده. طب لو أثر عليه كده فهو بيطلع لفوق. طب لو أثرت عليه كده فهي الحركة بتبقى كده وكده في الاتنين. فبعمل ريزوليوشن، لو هنا سيتا فهو لو دي فورس فهنا الفورس كوزين سيتا. هقول لك ده اثبتها مش دلوقتي. هنا الاف ساين سيتا، الناحية اللي يبقى الزاوية جنبها تاخد كوزين. ده بس اللي عايزك تعرفه، على الأقل الليكشر دي بس، الليكشر دي بس، وهشرح لك كل حاجة. هي الدنيا كده محدش هياخد كل حاجة. ماشي، فكده احنا اقتنعنا ان الام جي مايلة، فانا مش هقدر، فدي الفورس اللي بتأثر على الجسم فهي فورس مايلة. فانا عايز اعمل لها ريزوليوشن، يعني بسيطة وانت جيت في جمال. ماشي،
لو دي سيتا فدي سيتا، مش دي جنبيها هتبقى دي ان، دي هي كلها 90 ان كوزين سيتا ان جي، ودي ان جي ساين سيتا. هو برضه ليه انا برضه مفهمتش هو ليه جاب جسم نهائي. اقول لك ليه، لان الفورس اللي بتأثر على البادي دلوقتي هي الان جي ساين سيتا، والان جي ساين سيتا اصغر من الان جي. ازاي؟ هات ساين اي انجل اضربها في حاجه هتلاقيها، يعني مثلا دي رقم ديفراكشن، فلما تضرب الرقم صحيح في فراكشن هو في ال، الا ان عدا الانجل 90، لان انجل 90 معناه ان هو فيرتيكال، فكده كان ما عملتش حاجه. هو كل ما يقلل الزاويه كل ما ال جي تقل، اللي هي الفورس اللي بتأثر على الجسم، فينزل أبطأ. طب ليه هو عايز الجسم يوصل أبطأ؟ لأن أيام جاليليو جاليليو أنت أكيد متخيل الأدوات اللي كانت موجودة ساعتها والتكنولوجيا الموجودة، فأكيد ما عندوش الستوب ووتش والساعات اللي تقدر تخليه يحسب تايم أكيوريت. هو كان بيحتاج يقلل سرعة الجسم عشان يقدر يوصل لأقرب زمن صحيح، عشان الحسابات تطلع صحيحة. هو بيحاول يقلل نسبة الخطأ. دي الفكرة من استخدام جسم المائل. طيب بعد كده وصلنا لإيه؟ لأن الأكسلريشن اللي الجسم بيقع فيها دي هي جي، دي بتساوي 9.8 متر بير سكند سكوير. سؤال فضولي منطقي لازم تسأله، هو عرفنا ازاي؟ عرفنا ازاي؟ يعني أقول لك قانون نيوتن التاني يقول لك ايه؟ يقول لك ان السمشن اوف فورس ده لسه هنشرحه المحاضرة الوعد اللي جاية تقريبا، ان السمشن اوف فورس يساوي ال ان ايه. يعني ايه؟ هتشوف الجسم هشرحه لك بطريقة ايه بسيطة. ان لو الجسم يتأثر عليه فورس كده وفورس كده وفورس كده وفورس كمان كده، الجسم بيتحرك ازاي؟ بيتحرك كده، فالان ايه في الاتجاه ده، فأي حاجة في الاتجاه ده هاخدها بالبوزيتيف، فهي اف زائد اف ماينس اف، ودول ملهاش معنى، بس يعني ليها معنى، بس انا هنا جايبت على الاتجاه الاكس، اكس مش تحت الاتجاه واي، فالاكسلريشن ساعتها تساوي كام؟ دي راحت هتساوي الفورس على الام. ده كده عرفنا ده تعريف الفورس اساسا. ومن هنا بنجيب هشرح لك اكتر بالتفصيل لما نوصل لها. خليك فاهم بس ان ده قانون نيوتن التاني، اللي انت بتجيب سوليوشن اوف فورس اللي بتأثر على الجسم بتساويها بالان ايه. ماشي. نكمل. سوليوشن اوف فورس تساوي الان ايه في الجسم لما بيجي يقع تحت تأثير وزنه، ووزنه بيساوي ان جي. هل في فورس تانية او ريزيستنس؟ واحنا هنا قلنا لنا فالسمنيشن اوف فورس هتساوي الان جي هتساوي الان ايه، لان هتروح مع لانها نفس الوزن. فبنلاقي ان الاكسلريشن اللي بتقع بيها هي جي، والجي دي جبنا رقمها منين؟ ده هندرسه في الشابتر بتاع الجرافيتيشنال فورس بتاع نيوتن لسه شوية، بس هقول لك ازاي جبنا الرقم في وقتها. يعني هي بتساوي 9.8. لذلك إن قانون نيوتن التاني عرفنا ليه الجسم ما بيقعش تحت تأثير وزنه، لأن الجسم هو نهر، والقيمة بتاعت الأكسلريشن اللي بيقع بيها. فدي الإضافة اللي نيوتن جه أضافها لنا في الموضوع ده. تمام. عايز أقول لك حاجة أخيرة، مش أخيرة يعني في الليكشر، بس في الموضوع ده الإشارات. عارف أنت قايل لك إيه؟ قلت لك إن أي حاجة يمين فهي بوزيتيف، وأي حاجة شمال فهي نيجاتيف، وأي حاجة فوق فهي بوزيتيف، وأي حاجة تحت فهي نيجاتيف. ماشي. أنت لما تنوي جسم لفوق، هل هو بيفضل طالع لفوق ولا بينزل لتحت؟ ليه؟ لأن الأكسلريشن بتتأثر لتحت. يعني أنت الأكسلريشن لو حركتها لفوق أو أنت واقف فوق وتحدف حاجة لتحت، ففي كلتا الحالتين الأكسلريشن بتزق لتحت. ده معناه إيه؟
ده معناه إن الجي اتجاهها الأسفل، وأي حاجة لتحت إشارتها إيه؟ نيجاتيف. فلما أجي أطبق قوانين الحركة فالإكسلريشن بحطها بسالب 9.8، لأن هي دايما اتجاهها لتحت. لذلك أنت لما بترمي حاجة لفوق فاتجاه السرعة لفوق واتجاه الأكسلريشن لتحت، فبتلاقي إن السرعة بتقل تقل تقل لحد ما توصل للصفر، وبعد كده ترجع لتحت، لأن كده يحصل تباطؤ، لأن قلت لك إن الفيلوسيتي اتجاهها عكس الأكسلريشن. لكن لما ترمي الحاجة لتحت تلاقي إن سرعتها بتزيد كل شوية. ليه؟ لأن اتجاه الأكسلريشن في نفس اتجاه الفيلوسيتي. ده تأكيدا على اللي قلناه الليكشر اللي فاتت. يعني لو احنا هنطبق قوانين الحرف اللي لسه قايلينها، فاحنا هنكتبها هي، لكن بتغيير بسيط. هنشيل كل ايه ونحط نيجاتيف جي، يعني اكسلريشن نيجاتيف 9.8، لان لو قلت لك اتجاهها لتحت خلصنا من الموضوع ده. فبس ايه، نكتب شكل القوانين هنحل بيها وهنطبق يعني هنحل تو بروبلم تو موديل هيخسروا كل اللي احنا قلناه ده. طبعا هنا واضح ان الاكسلريشن ثابتة هي 9.8. ماشي. في المثال اللي قدامك ده عندك واحد واقف فوق بيلدينج طوله حوالي 7 متر، 7 متر يعني. مش عارف انا بتوتر ليه. وبيرمي الكورة، هيسيب الكورة مش هيرميها، هتفرق وسايب الكورة، يعني السرعة الابتدائية بتاعتها الصفر. إنما أنا لو برميها لتحت فهي نازلة مكتسبة سرعة. هو هنا سايبها، يعني الفي نوت بصفر وهتقع لي تحت. عايز ايه؟ عايز أعرف اللحظة اللي هتنزل فيها في الأرض السرعة بتاعتها كانت النهائية كام قبل ما تلمس الأرض في سيكا بالظبط، والزمن اللي خدته عشان توصل. طب أنا هعمل الكلام ده ازاي؟ يعني عن طريق الجامعة. شوف بس ايه الديتيلز اللي معاك، الجيفن اللي معاك، الانيشال كونديشن. فهي الفي نوت دي صفر، الاكسلريشن دي نيجاتيف 9.8 متر بير سكند سكوير. اقول لك على حاجة، فين دي دايتك دي؟ يعني دي الاكس نوت. اه. طب فين نهايتك اللي انت توصل له؟ اه. بدايتك فين؟ لو دي مثلا واي اكسس فدي كده 7، الاكس نوت 7 متر، والاكس فاينل دي صفر. انت رجعت للاوريجن صح؟ اه. والاوريجن هنا مش بدايتك، انت بادئ من فوق. لو جيت تجيب الدلتا اكس هتلاقيها نيجاتيف 7. ليه؟ لأنها الإكس فاينل ماينس إكس انيشال في صفر ماينس 7 دي نيجاتيف 7. ازاي كمان أنا كنت بقول لك اكتب هات الإكس انيشال لوحدها والإكس فاينل لوحدها، لكن أنت المنطق عارف إن الحركة لتحت، طالما لتحت فالإشارة نيجاتيف. أنت كنت تقدر تحط النيجاتيف من غير ما تحدد إيه بدايتها وإيه نهايتها. لكن أنا وريتك الطريقتين، لو افرض أنت اتلخبطت فأنت تبقى عارف. عشان كده كنت أنا لما ريت استنتجت كونية حركة فكيت الدلتا إكس لسه ده بس، من غير إن ملوش أي مبرر تاني يعني. يكمل. أنا عايز أجيب الفي فاينل أستخدم أنهي قانون؟ معاك زمن؟ لأ، القانون الأول راح. طب القانون التاني مفيهوش فيه فاينل، فأنت هتضطر تروح للقانون التالت اللي هو الفي فاينل سكوير هيساوي الفي نود سكوير ماينس 2 جي دلتا إكس دي في صفر. ماشي. الفي فاينل هتساوي نيجاتيف 2 تايمز 9.8 تايمز الدلتا إكس بتاع نيجاتيف 7. أنت عارف، أنت لو أنت مش عارف إن الدلتا إكس تحت فهي بالسالب، فأنت عندك رقم تحت الروت بالنيجاتيف. أنا عايزك تبقى فاهم عن الأرقام. الأرقام دي تكلمك، الأرقام دي أنت بتطلعها أو بتحطها هي بتشرح لك الموديل، مش مجرد نتائج. فلما تيجي تحسب ده هيطلع بوزيتيف أو نيجاتيف لأن ده رقم تحت الروت 11.7 متر بير سكند. طب هي في البوزيتيف ولا في النيجاتيف؟ العقل بيقول لك إيه؟
معرفش، انا اقول لك يقول لك حركة اتجاه الحركة فين، الفي فاينل نازلة لفين؟ نازلة تحت، يعني اشارتها ايه؟ اي حاجة تحت بالسالب، وانا هاخد الاشارة اللي بالسالب، يعني الفي فاينل بتساوي نيجاتيف 11.7 متر بير سكند. طب لو عاوز التايم، انت عارف دلوقتي في فاينل، وانت عارف ان السرعة الابتدائية بزيرو، تستخدم القانون الأول. دي بصفر، هتلاقي ان التي هتساوي نيجاتيف 11.7 على نيجاتيف 9.8. هتلاقي ان التايم تقريبا 1.2 سكند، دي التقريب يعني. نرجع تاني، حاولت افهمك. حاول مثلا نستنتج من المعلومات اللي احنا طلعنا هنا، ان انت لما الجسم بتسيبه هو مش مكتسب السرعة، لكن هو بيسكت لتحت بسرعة ابتدائية صفر، لكن مع كل زمن كل ثانية السرعة بتزيد بمقدار 9.8 متر بير سكند. تزيد معدل تسارع السرعة، فهيفضل يزيد 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 لحد ما يجي يقع في الأرض. السرعة النهائية بتاعته لو زديد بوزيتيف 11.7، لكن أنا لو عايز أعرف اتجاهها فهي لتحت، فأنا هحط مع 11.7 نيجاتيف، والدلتا اكس بالنيجاتيف لان اتجاهها لتحت. الا لو انت مثلا متلخبط، فتقدر تجيب نقطة بدايتك اللي هي الاكس انيشال اللي احنا جبناها هنا. كانت دي طب هي ليه هنا دي قلنا انها 7؟ يعني دي لو هي الواي اكسس، انت واقف هنا، ودي 7 ودي بدايتك، صح؟ هتنزل تاني فين؟ في الاوريجن. انا عملت طبقت فكرة الاكسيس على الموديل ده مش اكتر، لذلك عرفت ان البداية 7 والنهاية 0. يعني أنا كان ممكن أقول لك إن البداية زيرو، يعني أنا زي بداية صفر 7. أنت فاهم اللي أنت بتقوله؟ هتنفع بس هتبقى معقدة أوي، لأن هي ماثيماتيكالز نقدر نعملها غالبا يعني. بس أنا في فكرة في دماغي أقدر أعمل بيها الحركة دي، بس لسه مش هجيبها كلها، فلو لقطتها وأنا بشرحها أقولها لك. اللي بعده موديل تاني بس مختلف شوية. مختلف ليه؟ لأن أنا هنا ما بحدفش الجسم، ما بسيبش الجسم لتحت أو ولا بحدفه لتحت. أمال أنا بعمل إيه؟ أنا بحدفه لفوق. طالما بحدفه لفوق فهو ليه في نوت. الفي نوت وهو طالع كان عندي 6 متر بير سكند. مفيش مكان أكتب يونت، بس أنت عارف إنها متر بير سكند. وطبعا أنت عرفت إن الديسبيسمنت نيجاتيف 7، لأن نفس الديسبيسمنت من هنا، مش وأنا طالع يعني. بص، أصل هو هينزل هنا تاني. عايز تطول الحتة دي لأنها كأنها محذوفة من هنا، بس أنا رسمها غلط. فالحتة دي هي يعني المسافة دي هي المسافة دي. فلو هنا طلع خد لحد يوصل هنا تي 1 وهنا تي 2 والتي 1 قد تي 2. ماشي، كمل. انت عايز ايه؟ انا عايز الدلتا واي. ايه هي الدلتا واي دي؟ الحتة دي. طيب، وعايز الماكسيموم هايت. ايه الماكسيموم هايت دي؟ اعلى ارتفاع الكرة هتوصل له، اللي هو ارتفاع المبنى زائد الدلتا واي. اديني حرقتها لك. وعايز ايه تاني؟ عايز السرعة اللي هتوصل هنا، والزمن اللي خده لحد ما يطلع فوق وينزل لحد تحت. مثلا هديك لو دي تي 3، فالتي توتال اللي انا عايزها هي تي 1 زائد التي 2 زائد التي 3. ماشي. نشتغل واحدة واحدة. طلع بس ايه الديورين اللي معايا الفي نوت 6 متر بير سكند، وده على حسب اتجاهها. يعني هنا مثلا لو انا هنا فانا نازل، فهنا بقت بالنيجاتيف، الفي نوت بالنيجاتيف. ولكن انا في الوضعية دي انا طالع، فهي بالبوزيتيف. فهنا أنا تحدد هتحط في وقت مع الكيس اللي انت هتشتغل بيها الإشارة فيها، تهتم بيه تعرف هي طالعة لفين عشان تعرف تحدد الإشارة. ماشي. بسم الله، هنرجع نكمل الموديل اللي قدامنا.
بص، عايز بس اوضح لك حاجة بسيطة. انت عارف هنا ان الجسم من هنا هو اتحرر كده وكده صح؟ اه، وانا قلت لك قذفته لفي نوت. الفي نوت وهي طالعة بوزيتيف، وهتفضل تمشي تمشي ويكون هي طالعة لفوق دي تقل، ها؟ لأن الأكسلريشن عكسها لتحت لحد ما توصل للحتة دي، إن إحنا نقدر نقول إنها دي الدلتا واي اللي هو عايزها. أنا بعمل لك إيه؟ سيميوليشن بس، عامل مقدر لك الموضوع. بعد كده تبتدي السرعة على وقت صفر تزيد 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 لحد ما ترجع للنقطة اللي هي ابتدت بيها. فمن أول النقطة دي اللي هي نود ترجع لنفس القيمة اللي هي ابتدت بيها، لكن دي النيجاتيف لأنها نازلة لتحت. الجزئية دي خلي بالك دي لك فيها، لأن مرة النهاردة في الموديل ده هتشتغل إن الفي نود بالبوزيتيف ومرة بالنيجاتيف، وأنت فاهم إن المعنى كله أساسا هو إشارة باتجاه. ماشي نبتدي. وطبعا أنت عارف إن الزمن اللي هتطلعه هو نفس الزمن اللي هتوصل له تحت، يعني التي 2 قد التي 1. أنا بعد التي 2 والتي 1 الأول، فدي هو يعني القانون الأول، لأن معايا الفي نوت ومعايا الفي فاينل اللي هي بصفر. ليه الفي فاينل بصفر؟ لأن ده أقصى ارتفاع الكرة هتوصل له، ده الماكسيمم بوزيشن. وأنا قلت لك الفيلوسيتي يعني إيه تعرفها؟ هي التشينج البوزيشن دي يونت تايم. البوزيشن مش هتغير، التشينج في البوزيشن مش هيتغير، فبالتالي مفيش فيلوسيتي. في اللحظة دي اللحظة دي instantaneous، ده صفر. ماشي، هتيجي تكتب القانون الأول. دي في صفر، هتودي دي من الناحية التانية، يطلع جي تي بتساوي في نوت، فالتي هتساوي دي 6 وجي 9.8، فالتي 1 زائد ايكوال التي 2 بتساوي 0.612 سكند تقريبا. هي الصوت شغال عشان انا الموديل ده دي تالت مرة اشرحه، كل شوية الصوت يفصل. ماشي، بعد كده دي الدلتا واي ازاي اقدر يوهم القانون التاني والقانون الاول. القانون التاني والتالت. التاني هستخدم الزمن، القانون التالت مش هستخدم الزمن اللي انا لسه جايبه. بس انا عايز اقول لك على حاجة. لما تيجي تعمل حاجة زي كده براكتيكال وانت تقدر تحسبها، دي شيء مش هتقيسه، فتعمل كده. يعني انا مثلا بديك جيفن في نوت والفي فاينل اللي انت عرفتها لانها كده كده هتبقى صفر، والاكسلريشن انت عارفها لانها ثابتة تحت تأثير الجاذبية هي 9.8، فانت معاك 3 فاكتور وانت عايز الفاكتور الرابع، وكريات الجيفن انت متأكد من قيمتهم، فكده نسبة الخطأ اللي تطلع لك كانت تعتبر تكون معدومة. لكن انت لو استخدمت القانون التاني، لو احنا بنتكلم دلوقتي كده عملي، انت بتشتغل دلوقتي عملي، فالزمن اللي انت جبته ده اكيد فيه نسبة خطأ، ده كده كده. فنسبة الخطأ دي بالتالي انت هتعوض بيها في القانون، فالناتج اللي هيطلع لك برضه فيه نسبة خطأ. وانا معرفش نسبة الخطأ اللي انت تطلعها قد ايه، هي نسبة قليلة ولا كبيرة. لكن لو انا عندي كود ان انا اتجنب حاجة زي دي كده، ده عني لا. لكن هنا انا متأكد ان الزمن صح، فانا هستخدم القانون التاني عادي. بقول لك معلومة يعني. دلتا واي هتساوي في نوت تي ماينس اوف جي تي سكوير، وهستخدم التي اللي هو ده، هتطلع ان الدي واي ده 1.84 متر. بعد كده هو عايز الماكسيمم هايت. الماكسيمم هايت ده اللي هو ايه؟ اللي هو الدلتا واي زائد الاتش الدلدن، الهايت بتاع الدلدن اللي هو الماكسيمم هايت. عايز اعرف ان الكورة دي كلها توصل ارتفاع قد ايه، فاللي هو الارتفاع ده كله 1.84 زائد 7 هتطلع 8.84 متر. عايز بس اكتبهم كلهم لاني هحتاجهم. التي 1 هي تي 2 0.612 سكند، والدلتا واي 1.84 متر، والماكسيمم هايت هي 8.84 متر. خليهم كده ونبدأ على وحديهم ونكمل. هو عايز ايه تاني؟ عايز الفي فاينل هنا. ماشي، وهنقعد
عاوز التي 3 دي عشان يريد بعد كده التي توتال. ماشي، في فاينل دي هجيبها ازاي؟ هنبتدي من هنا. لو اصل هو يطلع وينزل، نطرح نبتدى من هنا. ماشي، هو نزل فينزل الفي نود اللي هي اتحدف بيها اللي هي الستة، لأ نيجاتيف ستة لأنها لتحت. أنت فاكر؟ ماشي. ومعاك الديسبيسمنت اللي هي نيجاتيف 7، لأن أنت دلوقتي رجعت كأننا في نعمل أنالايز الموديل اللي فات. فاحنا دلوقتي بنبتدي من هنا لأنه وقع من هنا أو أنا حذفته من هنا، فهستخدم القانون التالت اللي هو الفي فاينل تساوي في نوت سكوير زائد أو ناقص قصدي 2 جي دلتا إكس. دلتا إكس نيجاتيف 7، كل ده تحت الروت هيطلع بوزيتيف أو نيجاتيف 13.6 متر. بوزيتيف ولا نيجاتيف بقى؟ دي انت بير سكند. هتقول لي على حسب الاتجاه. مظبوط، الاتجاه فين اللي تحت؟ هتبقى النيجاتيف، يعني في فاينل نيجاتيف 13.6 متر بير سكند. ناقص حاجة كمان، التي توتال. عشان اجيب التي توتال هعمل التي 1 زائد التي 2 زائد التي 3. انا معايا التي 1 والتي 2 اللي هما يساوي بعض. طب التي 3 اللي هو القانون كان الأول. مظبوط، أنا معايا الفي فاينل ومعايا الفي نوت والجي كده معروف. بس خد ده من الإشارات دي. نيجاتيف 13.6 هتساوي نيجاتيف 6 ماينس 9.8 تي. هتطلع إن تي 3 0.775. فالتي توتال اللي هي 0.612 زائد 0.612 زائد 0.775 تطلع 1.96 سكند. كده انت جبت كل اللي هو عايزه. كده عملنا الموديل، عملنا انالايز، عرفنا عنه كل حاجة. عرفنا يطلع قد ايه لما نحدفه لفوق، وأعلى ارتفاع الكرة كده وصلته، والتايم اللي خده عشان يطلع لفوق، والتايم هو اللي خده عشان يطلع لأعلى حتة دي، هو نفس التايم اللي هياخده عشان يرجع من نفس النقطة اللي أنا حدفته فيها. بعد كده عرفت التايم اللي هياخده كله لحد ما يطلع لفوق وينزل لحد الأرض، والسرعة النهائية اللي هيوصل بيها للأرض. كل ده بسبب تطبيق قوانين الحركة، لأنها تحت إكسلريشن ثابتة، لأننا مهملين مقاومة الهواء. لما منهملش مقاومة الهواء مش هتبقى الأكسلريشن ثابتة، القوانين دي مش هتشتغل، ومش هنقدر نوصف الموديل بالسهولة دي. هنوصفه لكن نستخدمها كالكلاس، فهتحتاج معرفة differential equation. وحوالين دلوقتي احنا مش هنروح بعيد يعني. دلوقتي هنشرح الكاينماتيك. بس قبل ما اشرح الكاينماتيك عايز افرق ما بين الكاينماتيك والديناميك والاستاتيك. الكاينماتيك هي ان انت دراسة حركة الجسم من غير ما نعرف سبب الحركة. اصل انا عشان احرك جسمي انا كده اديته فورس. انا مش مهتم بدراسة الفورس، انا مهتم بدراسة الحركة بس. ده اللي احنا بنعمله طول الليكشن. لكن الداينامكس ده اللي هنعملها في الشابتر اللي بعد ده، اللي يعني الشابتر الرابع. احنا في الشابتر الجاي التالت. لا، بص، هو الشابتر الجاي فيكتور اللي هو الشابتر التالت الرابع، الحركة في التو دي. الخامس اللي هو اللي هيبقى فيه الفورسز. ماشي، المهم يعني خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. الداينامكس هي دراسة الحركة في الجسم مع دراسة سبب الحركة. ده الفرق بينه وبين الدايناميك. وبالمرة الاستاتيك هي دراسة السكون في الجسم مع تصدب الجسم ده للثبات. يعني دراسة الإكويريوم، الثبات، والفورسز اللي سببت الثبات الجسم ده. ماشي كده عرفنا الفرق. نرجع كنا عايزين نقوله. فاكر لما قلت لك الفرق بين اليونيفورم فيلوسيتي اللي هي الافريج فيلوسيتي والاستنتينوس فيلوسيتي؟ هنقول الفرق ده تاني. ماشي،
اوضحه لها افكرك بيه. دلوقتي انت لو ماشي رايح من اسكندريه لطنطا، فانت مثلا شفت المسافه ما بينهم والوقت اللي انت خدته، لقيت مثلا ورحت قاسمهم على بعض، لقيت ان انت كنت ماشي بسرعه 70 عن 60 كيلو متر في الساعه. ماشي ماشي. وانا اتصلت بيك وانت في نص الطريق، سالتك انت ماشي في سرعه قد ايه، بصيت في العداد لقيت ان انت ماشي بسرعه 180 كيلو متر في الساعه. يعني انت ال- ال- الرقم اللي انت طلعته لما حسبت المسافه على الزمن اللي انت خدته غير الوقت اللي انت قلته لي وانا بسالك. ليه؟ لانك وانت ماشي مش هتمشي بسرعه ثابته، في الاغلب ممكن تقف شويه، تسرع شويه، تبطأ شويه. ففي النورمال احنا بنقول ان الافريج فيلوسيتي هو انت كنت مثلا بتمشي قد ايه، لكن انا لما بسالها على الانستنتينوس فيلوسيتي كانك بتبص على العداد تشوف في اللحظه دي انت ماشي قد ايه. دي نفرق التلات اللي بيننا وبين الفرق. ماشي. ركز معايا بقى ايه في الجراف ده. شايف اللاين الازرق ده اللي بين A و F؟ اه، ده الافريج فيلوسيتي من النقطة، من البوزيشن ده للبوزيشن ده. صح صح. انت شايف ان من A لل D، ده برضه الافريج فيلوسيتي من البوزيشن ده للبوزيشن ده. هل انا اعرف اجيب مثلا الفيلوسيتي عند اللحظة دي؟ للأسف لا. طب هعرف ازاي؟ هو مش للأسف لا، هو ينفع. ازاي؟ هتقرب من النقطة دي. تعالى بص هنا، لقيت هنا، فده كده الأول. قربها التاني بقى كده الأفريج، قربها التاني بقى كده الأفريج، قربها. تقعد تقرب، 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 لحد ما هتلاقي مثلا إن اللاين اللي بيطلع يبقى تانجنس على النقطة. وانت طول ما بتقرب التو بوزيشن دول من بعض، التايم يكاد يكون معدوم. لذلك احنا بنقول إن الدلتا إكس عن دلتا تايم، لو خدنا الليميت إن الدلتا تي أبروش تو زيرو مش في زيرو وتقرب للصفر، ده بيديك الاستنتينوس فيلوسيتي. وده معنى الليميت بشكل مخل شوية. حد أنا في جزئية مثلا سقطة مني، فلما أظبطها هبقى أنزل كورس البري كالكلس ونقول الموضوع ده. بس إيه، لحد دلوقتي التشبيه ده هيفيدنا. طب أنا عرفت النقط ساعتها، فأنا بعرف عند الدي. ماشي. طب أنا لو عند الإيه، طب أنا لو عايز مثلا من الدي رايح للسي، وعايز مش عايز أعرف سرعتي عند الدي، عايز أعرف سرعتي عند هنا. فأنا بقعد أقرب السي هنا أكتر فأكتر 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 لحد ما يطلع لي تانجنت نماس على النقطة اللي أنا عايز أجيب عندها السرعة. وأنت عارف إن التانجنس هو الديفرنشيشن لكيرف عند النقطة دي. يعني أنا لو عندي كيرف عايز أعرف السلوب بتاعه عند النقطة دي، فهجيب تانجنت. ده كده جيومتريكال. طب الألجبريكال دي هو التشينج اللي بيحصل للجراف. يعني شايف الكيرف ده بيحصل له تشينج، ده الديفرنشيشن بشكل مخل برضه. لذلك احنا بنعمل نشتق الإكس بالنسبة للتايم، نجيب الفيلوسيتي. نكمل. يعني كده لو عوزت فيلوسيتي، دي الفيلوسيتي، وانا معايا فانكشن displacement respect to time، فال v هتساوي دي اكس على دي تي. طب لو انا عايز الاكس، هو الانتجريشن الفانكشن بتاعت الفيلوسيتي في التي دي تي. طب الاكسلريشن هي التشينج بتاع الفيلوسيتي respect to time. ماشي. عايز اقول لك حاجه، بس حد يتقدمني ان ال v فانكشن في الاكس مش في التي، اكس دي اكس، وانا عايز اجيب الاكسلريشن دي في دي تي. هنا بستخدم التشين رول. يعني ايه؟ هعمل دي في دي اكس دي، انا اشتقيت ال في بالنسبة لاكس، وهشتق الاكس بالنسبة لتي. صح صح. تشين رول، كأن دي راحت نعديها الدي في دي تي اللي هي الاكسلريشن، ده اللي تشين رول، كأن دي راحت نعدي لان ده ما بيحصلش ديفيجن. ماشي. دي دي في دي اكس، دي اللي هي الفيلوسيتي، فالاكسلريشن ساعات دي تساوي الفورمولا دي.
لو اديت نستخدم الفورمولا دي لو اديت الفيلوسيتي فانكشن في الديسبيسمنت مش في التايم. تمام. ايه ده؟ ماشي. دلوقتي يعني انا عايز توضح لي الفرق بين استخدامنا لللو اوف موشن اللي انت لسه حالين عليها والكاينماتيك equation داي كالكولس. ليه هستخدم دي او دي وامتى وليه؟ ايه الفرق يعني؟ ايه استفدت ايه لما استخدم الكالكولس مع انك تديله قوانين وعرفت تعمل انالايز للنود العادي؟ بص، اللو اوف موشن دي احنا اتفقنا اتفاق انها تشتغل لو اكسلريشن ثابته بس. صح؟ مظبوطه. طب لو الاكسلريشن مش ثابته ساعتها نضطر نستخدم الكالكولس. ليه؟ لان الاكسلريشن تبقى فانكشن في التي، فلو عملت لها انتجريشن هجيب الفي كفانكشن في التي وهكذا. يعني الكاينماتيك هتشتغل لو يعني بستخدم الكالكولس لو الاكسلريشن بتتغير. وعلى فكرة هستخدمها لو ثابتة برضه مش هتفرق، هي. يعني أنا أساسا أقدر أعمل لك أستنتج لك قوانين الحركة اللي احنا مستحيلين دي تستخدم الكالكولس. بس أنا عايز أوريك حاجة أوي. أوريك. لو قلت لك إن أنا معايا فانكشن للديسبيسمنت respect to time، ماشي، تساوي 4.9 تي سكوير بلس 2 تي زائد 5. ماشي اه. وحددت initial condition. يعني ايه initial condition؟ حالات أولانية. يعني أنا دي الفانكشن دي توصف حركة الجسم، ماشي، يعني في أي ثانية الجسم هيبقى فين. فبالتالي الجسم ليه موضع بدائي. لو لما تيجي أوصف اه بدايته الإكس نوت كانت 5 والفي نوت ساعتها سرعتها كانت ب2. ماشي. لو قلت لها هات لي فيلوسيتي تعرف هتضحك كده وتبتسم الابتسامة إياها وتقول لي اشتق. ماشي اشتق. اشتق تطلع 9.8 تي زائد 2. لو قلت لها هات الأكسلريشن قول لي اشتق. طيب اشتق تطلع 9.8. انت عمال تعمل ديريفيتيف زي اللهدل دهين دي يعمل ديريفيتيف والأرقام ما شدتش انتباهه. ليه؟ لو هطلت لما انت وصلت الأكسلريشن اكتشفت ايه؟ إنها رقم ثابت 9.8. ماشي ده ما شدتش في حاجة. ماشي تي جي. تمام. ثانيا ده معناه ايه لما تبقى لما اديتها بص، مبدئيا دي مش مشاكل، يعني دي مش بروبلم، انما دي حل المشاكل. يعني دي سوليوشن. ده الحل بتاع البروبلم اساسا. يعني انت ما فكرتش مثلا انا اديتك فانكشن قلت لك اشتركها هات لي الفيلوسيتي، ما فكرتش السؤال ده دي هو الفانكشن دي عرفت ازاي انها بتوصف الجسم؟ ازاي حددتها؟ دي فانكشن بتوصف جسم بيثبت سقوط حر في فولين لسه حالين عليه وانت ما خدتش بالك لانك مش قادر تفهم الارقام. طب هنا ازاي جبت الفانكشن دي؟ اقول لك. احنا قلنا ايه؟ قانون النيوتن التاني ان السمشن اوف فورس يساوي ان ايه هتساوي الام جي لان راحت مع الان. الاكسلريشن عباره عن ايه؟ دي في على دي تي هتساوي جي. صح صح. اللي هي 9.8. تعمل سيبريشن فاريبل هتبقى دي في هتساوي 9.8 تي. لو عملت انتجريشن للطرفين فانت هتجيب الفي، فالفي هتساوي 9.8 تي زائد كونستانت. الكونستانت ده اللي هو ايه؟ اللي هو الفي نوت. عرفت ازاي ان هو الفي نوت؟ هو انا بجيب عند initial condition فالتي صفر، يعني السرعة اللي يعني عند التي صفر هيديني السرعة الابتدائية، فهو الكونستانت الفي نود. الفي نود انا كنت قايل لك اللي هو كام؟ 2. هتلاقي ان الفانكشن بتاعت الفيلوسيتي 9.8 تي بلس 2. طب لو عملت انتجريشن ليها وفصلت متغيرات انها هتبقى دي في
دي في دي اكس على دي تي هتساوي 9.8 بلس 2. افصل المتغيرات وهتعمل انتجريشن للدوس سايز، هيديك ان اللي على الشمال دي هي الاكس هتساوي تزود دور وهتقسم على دور جديد تطلع 4.9 تي سكوير بلس 2 تي زائد كونستانت. الكونستانت ده اللي هو الاكس نود. ليه؟ لان لما لما تي بصفر هتديك الاكس نود بدايتك. لو انا قلت لك انها 5 هتلاقي ان الفانكشن بتاعت الديسبيسمنت 4.9 تي سكوير بلس 2 تي بلس 5. دي الحل بتاع المشكلة أساسا الرينج الفانكشن. المشكلة كانت لنا أجيب الفانكشن، فدي كانت المشكلة. لذلك أنا لما اديتك الفانكشن دي الأولانية وقلت لك اشتق أنت اشتقيتش، أنت حافظ دي تشتقي زي دي هي، مش قادر تستوعب الأرقام. يعني أنت أساسا أول ما تشوف الفانكشن دي من غير ما اديك الانيشال كونديشن دي، أنت المفروض تستوعب حاجة. تقول لي إيه؟ تلاحظ إن ده قانون التاني اللي هو الدلتا إكس هتساوي في نوت تي زائد هاف ايه تي سكوير، ودي هتبقى اكس زائد اكس نوت. هتوديها الناحية التانية. اكس نوت ملهاش مش مضروبة في زمن، اللي هي الفايف. ودي هي دي، فهتلاقي ان الفي نوت هي الاتنين، وهتلاقي ان الهاف ايه تي سكوير هي 4.9 تي سكوير. فلما تيجي تحسب الايه هتلاقيها 9.8. الفانكشن الأساسية اللي أنا اديتها لك دي تقدر تدل initial condition، يعني تعرف بدايته سرعته الابتدائية. لما تجيب التغير اللي حصل في البوزيشن تقدر تدل دي كده ايه. ادي دي الاكسلريشن، ده التايم، دي الفي نوت ودي الفي فاينل. انت تقدر، لكن هنا قلت لك لو الاكسلريشن بتتغير فممكن دي تطلع تي سكوير مثلا، فبالتالي مش هقدر استخدم قوانين الحركة. فهنا استنتجت لك قوانين الحركة من الكالكولس. ده مع فرض ان الاكسلريشن ثابتة. لو الاكسلريشن مش ثابتة هناخد مثال على الفري فولينج بقى برضه، بس أول حاجة مختلفة. جسم بيقع تحت تأثير وزن، لكن في resistance اللي هي في دي velocity function في التي. وعرفنا ازاي ان الريزيستنس توصف بالفانكشن دي. ده موضوع طويل هنشرحه بعدين، بس هيتقال لما تيجي تطبق قانون نيوتن. summation of force يساوي ان في A summation of force ان جي minus كي في. يعني لو جبت الاكسلريشن هتلاقيها جي ماينس كي على ام في جي فانكشن في التي. يعني ايه؟ يعني كل ما الفيلوسيتي تتغير كل شويه تايم يعدي، فالاكسلريشن تتغير، وانت اساسا الاكسلريشن معتمد على الفيلوسيتي هنا في الفانكشن دي. فهي مش ثابته. فبالتالي ما اقدرش احط قانون زي قوانين الحركه تخليني اعرف مثلا ان تخليني اعرف ان الفي فاينل في الوقت ده هيبقى بكام والمكانه بكام والزمن اللي هياخده قد. كل ده مش هينفع. لازم اجيب كل حاجه في لحظتها، لان كل لحظه تتغير، فانا محتاج اعرف كل لحظه. طب هعمل زي كده ايه؟ دي differential equation، واللي فاتت برضه كانت differential equation، بس كانت differential equation سهلة. دي differential equation سهلة بس ايه فيها integration أصعب. افصل متغيرات. الأول هناخد دي كده هيفرض لنا الفاي إن دي في بتساوي جي ماينس فاي في دلتا تي. هجيب دي في الديفايدد عشان أنا عايز الفيات كلها مع بعض، مش هحللها في differential equation على الأقل دلوقتي، لأن نوصل لها هنحلها كامل يعني. بس احنا كده كده نوصل لإن احنا نعمل انالايز لموديل
هتستخدم ال resistance، وأنا هحل ال differential equation كلها وأشرحها لك، لأن هحتاج أطلع منها حاجات. لأن أساسا ال resistance مش تي في، ممكن تبقى تي في أو ممكن تبقى تي في سكوير، سي في سكوير، على حسب سرعة الجسم. لو سرعة صغيرة بنستخدم الفانكشن اللي أنا حاططها دي، لو السرعات أكبر الفانكشن بتاعت ال air resistance بتبقى سي في سكوير، ونستنتجها في استخدام التايلور اكسبنشن. يعني انت لو عديت على ماس 2 وساعات في كليات تديها في ماس 1، انت اكيد عديت على مفكوك تايلور. خلينا في موضوعنا. تعمل انتجريشن في الاخر هتطلع ان الفي هي ان جي على كي 1 - اي كي على ال في تي. دي الفيو فانكشن اللي بتوصف حركة الفيلوسيتي في اي ثانية. مش هقدر اجيب لك قانون على فكرة، لو الريزيستنس اتغيرت فالفانكشن دي بتتغير، لذلك مفيش قانون ثابت. هنا بنستخدم الكالكلاس. أتوقع أنت فهمت أهمية استخدامنا التفاضل والتكامل. هيبقى في كورس طبعا للكالكلاس والدري كالكلاس والديفرنشال ايكويشن، بس أنا لسه برتب الدنيا يعني. وإن شاء الله هسيبلك PDF في الديسكريبشن أو في الكومنتات، يعني روح دور عليه. هتيجي تكتب كل اللي أنا شرحه ده بتاع المحاضرة دي والمحاضرة اللي فاتت، خط الإيد، خط واضح كده وبالإيد،